من الافكار المغلوطه عند الطلبه اللي بيفكروا في الام بي اي ان هم بيشوفوها كحاجه هتزود فرص العمل بتاعتهم. وده حقيقه يعني مفهوم خاطئ تماما. ليه؟ لان انا كصاحب شركه وانا بدور على موظف، انا احيانا ممكن اطلب حد حديث تخرج يكون لسه فريش عشان يتعلم معايا، وبتكون على حسب ظروفي بقى في الشغل وفي يعني المزايا الماديه اللي انا بقدمها او مزايا التعاقد عموما بتكون قليله شويه. فبرضه مش عايز حد عنده خبره طويله يكون متطلباته عاليه، عايز حد يكون عنده انرجي اكتر شويه من شخص شغال في السوق بقاله فتره طويله. فيعني في بعض المميزات اللي بدور عليها بتخليني اخد حد فريش حديث تخرج. وممكن العكس، اكون انا لا عايز مهنه تخصصيه، عايز شخص خبره تقيل في السوق، تقيل في مركزه، يعرف يضيف لي كتير. لا ده ولا ده ينطبق عليهم واحد واخد الام بي اي وهو حديث تخرج. يعني انت كده مش بتزود فرصك التنافسيه في حاجه حقيقه، لان لا انت حديث تخرج كده تماما، انت معاك ماجستير فانت شايف انك انت افضل من غيرك رغم ان انت حديث تخرج ما عندكش خبره، وفي نفس الوقت مفيش عندك خبره عمليه في السوق تساعدك انك انت فعلا تعرف تدير الشغل بطريقه صحيحه. فهي بالنسبه لي مش ميزه كبيره. طب امتى بتبقى ميزه؟ لو انا بقى عندي منصب اداري عالي، انا عايز حد مدير تسويق، مدير مبيعات، مدير اتش ار، وجالي شخصين عندهم خبره، واحد عنده خبره 5 سنين وواحد عنده خبره 5 سنين ومعاه ام بي اي. ساعتها بقى يبقى انا هاخد الشخص اللي عنده خبره 5 سنين ومعاه ام بي اي، لانه عنده العملي والنظري الاثنين، والتاني عنده عملي بس. ساعتها نقدر نقول ان الام بي اي فعلا مفيد. عشان كده المره الثانيه بنقول يا جماعه ما تاخدوش ام بي اي وانتوا لسه متخرجين، دي مش بتزود فرصكم في التوظيف، بتزود فرصكم في الترقيه بعدين، بتزود فرصكم في التوظيف في المناصب الاداريه بعدين بعد ما تاخدوا خبره.